تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسماء معاكم في نوديو أسماء، بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر ويخلي حبل التواصل بينا وبينكم دايما واصل. وصفتنا بقى هتبقى محشي البتنجان، بس مش أي بتنجان ولا أي محشي، هنعمله بمزاج قوي 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 علشان يطلع معاكم أحلى مرة هتعملوا فيها محشي البتنجان، من أول البتنجان نفسه مرورا بقى بالخلطة اللي هتليق قوي معاه، وكمان الشوربة أو التسقية وطريقة التسوية المظبوطة، وإزاي يطلع معاكم بيلمع ودايب وطعمه مميز جدا جدا جدا. يلا نشوف الطريقة. أول حاجة معانا 3 كيلو من البتنجان، وأنا بحب أحشي البتنجان الموف ده أكتر من الأبيض والأسود. النوع ده بقى مش هياخد معاكم مية كتير في التسوية وكمان هيستوي بسرعة. خلوني أبتدي معاكم بالخلطة. 5 حبات من البصل فرمتهم في الكبة فرم خشن شوية، بلاش ننعم البصل. و8 حبات من الطماطم، ودايما لما اجي اختار الطماطم تكون طرية مش قاسية ومحمرة ولونها حلو. هفرمها في الخلاط مع كوباية من المية. كده عصير الطماطم بقى جاهز، والبصل والتوابل في البداية مع التسبيكة هتبقى ملح وفلفل، معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل. في حلة فيها زيت هننزل بالبصل وهنتبله بالملح والفلفل، ونقلب لحد ما البصل ياخد لون أصفر حلو، مش عايزين نحمره. ده لون البصل كده اللون اللي احنا عايزينه. هنبتدي بقى نضيف الطماطم، هنغطيها بقى ونسيبها تتسبك على نار وسط. كده بقى الطماطم اتسبكت وادي التسبيكة بقت جاهزة. ده خضار المحشي، معانا حزمتين من الشبت و3 من الكزبرة الخضراء. بناخد بقى الورق من غير العيدان، هنقطعهم لحتت صغيرة. معانا هنا كيلو الا ربع 750 جرام من الرز المصري مغسول. التوابل بقى اللي هنستخدمها في خلطة المحشي واللي هتفرق قوي قوي مع محشي البتنجان: معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة كمون، ورشة من جوز الطيب، وحبة حلوين قوي قوي من ورق النعناع الجاف. بجد الإضافة دي هتفرق معاكم كتير قوي. هنبتدي بقى نلخبط مكونات الحشوة مع بعضها. هنضيف الرز وعليه الخضار وعليهم الصلصة. هنبتدي بقى نضيف توابلنا، رشة من جوز الطيب. هنجيب النعناع بقى ونفركه ما بين ايدينا ونضيفه على الخلطة. نضيف بقى باقي التوابل ونظبط الملح. هضيف معلقة كبيرة من الملح. نقلب مكونات الخلطة كلها مع بعض. كده خلطة المحشي بقت جاهزة، ولكن باقي إضافة واحدة بس هنضيفها بعد تقوير البتنجان، وهتعرفوا ليه. هنقور البتنجان زي ما بنقوره في العادي. في بقى اللي بيحب يرفع قشرة البتنجان قوي، وفي اللي بيحب يحتفظ شوية باللحم ويخليها سميكة. والحقيقة أنا من الناس اللي هي بتحب ترفع شوية البتنجان، بس مش قوي للآخر يعني ما بحبش أرفعها قوي 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 قوي، وما بحبهاش برضو سميكة. يعني خير الأمور الوسط. فبنقورها بالسمك اللي احنا بنحبه وبنحب مذاقه في الأكل. بعد ما نقور البتنجانة هنحطها في مية وملح. وأحب أقول لكم على ملحوظة: بلاش بقى نسيب البتنجان في المية والملح كتير، لأن ده بيخليه يشد. لأن بجد بصراحة إنك تسيب البتنجان في المية ده من عوامل إن يخلي البتنجان يشد معاكم. بعد ما خلصنا بقى كل الكمية هنصفيه من المية كويس، وبعدها بقى نشوحه في حبة من الزيت. ما يكونش سخن قوي الزيت، ويكون على نار وسط. ده بقى بيدي البتنجان لمعان وشكل حلو قوي بعد التسوية، وكمان هيبقى معاكم دايب قوي قوي زي الزبدة. في نفس الطاسة وفي نفس كمية الزيت بننزل بباقي البتنجان ونحمره لحد ما نخلص بقى كل الكمية اللي معانا. ده شكله بعد ما أخد تشويحة أو تحميرة خفيفة
بنبقى طبعا مجهزين الحشوة وهنبتدي بقى نحشي على طول. هضيف بقى آخر حاجة وهي حبة الزيت اللي حمرنا فيها البتنجان، وبكده تبقى خلطة البتنجان بقت جاهزة تماما. هنبتدي بقى نحشي البتنجان وما نضغطش على الرز احنا وبنحشي، احنا هنحشي من غير ما نضغط. هنملى البتنجان على الآخر بس مش هنضغط ونكبس الرزاية أثناء الحشو، لا هنسيبها مهوية علشان الرز لا يعجن أو يخرج بره البتنجانة نفسها بعد التسوية. في الحلة اللي هسوي فيها المحشي بنرص بصلة نقطعها حلقات، وبعدها بقى نرص كل وحدات البتنجان واقف بالشكل اللي انتم شايفينه ده. نيجي بقى لآخر مرحلة وهي التسقية اللي هنسقي بيها المحشي أو الشوربة. معانا هنا بقى بصلة صغيرة مفرومة ناعم جدا، التوابل معلقة كبيرة من كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة كمون، ومعلقة كبيرة من الملح، ومكعب مرقة خضار علشان طبعا أنا مش هستخدم شوربة، لكن لو عندنا شوربة هنستغنى عن قالب المرقة. معلقتين كبار من الصلصة، وده عصير خفيف جدا جدا من الطماطم، 3 كوبايات من المية، نفرم معاهم حبيتين من الطماطم. في حلة فيها زيت نضيف البصل المفروم، يدوب تشويحة خفيفة جدا جدا جدا، بس يدوب نسخن البصل لمدة ثواني كده. بعدها بقى بنزل بالصلصة ونقلب برضو لحد ما نسخنها أو نشوحها تشويحة كده. بعدها بنزل بقالب المرقة ونقلبهم مع بعض 10 ثواني كده. ودلوقتي هنزل بعصير الطماطم الخفيف جدا والتوابل بتاعتنا والملح، وهنسيبها بقى لحد ما تسخن وتغلي، وأول ما تغلي هتبقى جاهزة عشان نسقي بيها المحشي. قبل ما نسقي المحشي هنسيبه على النار، بنحطه على النار يسخن، ولازم نسمع صوت شكشكة كده ونشوف البخار طالع منه. بعدها على طول بقى هنبتدي ننزل بالتسقية بتاعتنا أو الشوربة. بنضيف بقى كمية كويسة جدا من الشوربة زي ما انتم شايفين كده. بنخلي منسوب الشوربة أقل من البتنجانة بحبة صغيرين جدا، يعني مش بنغطي بيها البتنجان، ولكن بيبقى منسوبها زي ما انتم شايفين بالظبط، أقل من البتنجان بحبة صغيرين. هنسيبه بقى على نار وسط أول تلت ساعة أو حتى كمان نص ساعة الأولى في بداية التسوية. بعدها بقى بنهدي الحرارة ونسيبه يكمل تسويته لحد ما يستوي على الآخر. هيفضل بقى محتفظ بسوائله لحد ما يستوي، ومش هتحتاجوا أبدا نزود لا شوربة ولا أي حاجة، وهيطلع معاكم أحلى مرة هتعملوا فيها محشي البتنجان. ده شكله بعد التسوية هيبقى معاكم بنفس اللمعة وبنفس الجمال ده، ومستوي ودايب زي الزبدة. ودي السوائل اللي استوى فيها، وقلنا هتفضل معاكم لحد ما يستوي. نضيفها بقى على الوش من فوق، نزينه بقى بشوية خضرة. شايفين بقى البتنجانة نفسها دايبة ومش مستحملة، والرز من جوه هتلاقوه مستوي بطريقة حلوة جدا ومفلفل ومش معجن. دي بقى فراخ أنا عملتها مع البتنجان، معمولة بطريقة بسيطة جدا 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 وسهلة جدا، علشان نظرا بقى اننا احنا عاملين محشي، فعايزين حاجة تبقى سهلة علينا او نسهل على نفسنا شوية ونعمل حاجة بسيطة جنبه. بس ان شاء الله هنزلها الفيديو اللي جاي وهتعجبكم قوي، وطريقتها زي ما قلت سهلة وطعمها بجد تحفة، وممكن نعملها في اي وقت ومع اي حاجة، مش هتاخد معاكم اي مجهود. وكمان لسه يعني داخلين على رمضان، ممكن نستغل الفرصة ونعملها كمان في رمضان. كده وصفتنا خلصت، ولكن وصفاتنا اللي جايه معاكم ان شاء الله مش هتخلص، وما تنسوش تستنونا الفيديو اللي جاي زي ما وعدناكم مع احلى وصفه فراخ، وسهله وبسيطه جدا جدا، وان شاء الله هتحبوها. مستنياكم.